عم سيبك منه. معصبني يا عم. ايه يا عم، يا البلد بتاعتنا مالها مبوخه كده ليه؟ مش عارف والله يا اسطى، البلد بقى يومين مفيش فيها اي مصالح خالص. اما احنا كنا بالاول بنقعد على المصيف، نقعد نبص على ديت ونعاكس ديت، مش عارف ايه. مكناش بنسيب حد في حاله. هترجع يا اسطى الايام دي ما تخاف. اه والله يا اسطى هترجع، يا ريت ترجع يا ريت ترجع عشان ما بقاش في مصالح خالص دلوقتي. صح بقول لك. امال الواد محمود صاحبنا ما بقاش حد يشوفه ليه؟ محمود مين يا عم؟ هو انت غبي يا ابني؟ احنا لنا كام واحد اسمه محمود؟ ايوه يا ابني، انا نسيت محمود صاحبنا. محمود صاحبنا في المستشفى يا اسطى، وانا نسيت اقول لك هو تعبان شويه. مستشفى؟ مستشفى ايه يا ابني؟ يا عم هو كان تعب من كام يوم وخدوه وراحوا بقى على المستشفى. والله؟ طب وانت ما تعرفنيش ليه؟ والله نسيت يا ابني، وبعدين هو يهمك في ايه؟ هو كان واحد بيقعد معانا على الناصيه. اه يا عم يهمنا، هو مش صاحبنا؟ اه صاحبنا. خلاص يا عم، بكره ايه نروح المستشفى. خلاص ماشي. تصدق الواد محمود ده كان احسن واحد بيقعد معانا على النصر. ليه يا عم بتقول كده؟ كان لسه بيقعد معانا بيطلع بمصالح كتير قوي. كان يقعد يعاكس في ديت ويمشي ورا ديت كلاوي، كان بيطلع بمصالح كتير قوي. اه يا اسطى، ده كان قاعد معايا في يوم وكان واحده معديه، ففضل يبص لها ويعكسها وهي ماشيه لحد ما مشي وراها وطلع وراها الشقه. اه يا اسطى ده كان نصيبه. بص شوف الصاروخ اللي معدي هناك ده. اوه، ده جامد قوي يا اسطى. قوي. خرب بيتك، انت عارف مرات مين دي يا ابني؟ مرات مين يا عم؟ عارف الواد سيف السفيف الصغير اللي كان معانا في الدفعه؟ سيف اللي كان معانا في ايوه الصغير ده. اه. دي مراته. يا نهار ابيض، يعني سيف اللي قد كده متجوز الصاروخ ده؟ شفت بقى؟ السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. عمر في حاجه؟ لا والله يا شباب ما فيش حاجة. امال انت عايز ايه؟ ما فيش والله يا شباب، انا كنت واقف جنب منكم هنا وسمعتكم غصب عني وانتوا كنتوا بتتكلموا على الست اللي كانت ماشية. اه بتتصنط يعني؟ لا 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 لا، اعوذ بالله، انا سمعتكم غصب عني، بس انتوا كده كده كان صوتكم كان عالي. وبعد ما سمعتنا يعني عايز ايه يعني؟ كنت عاوز اقول لكم ان اللي انتوا بتعملوه ده حرام. انكم تقعدوا تبصوا للراحة واللي جاية وتعكسوا اللي راحة واللي جاية، ده حرام. يا عم وانت مالك؟ وما كانوش تاكلك؟ لا ما حدش اشتكالي، بس انت ممكن ببصتك لهم او كلمتك لهم دي تضايقهم. يا عم لما حد يبقى يجي يشتكي لك ابقى تعالى اتكلم معانا. يا عم خلاص كبرنا اختي بنتكلم عليه اصلا. يا ابني اللي انتوا بتعملوه ده كده انتوا بغفله، واللي انتوا بتعملوه ده من الكبائر. يا ابني انا خايف عليكم، انتوا لازم تفوقوا من اللي انتوا فيه ده. يا عم انت مالك انت، وبعدين مالكش دعوه بينا وتخاف علينا ليه اصلا؟ يا عم انا قلت اعمل اللي عليا واعرفكم وانتوا حرين، وما على الرسول الا البلاغ. ماشي يا عم، هنفضل فاكرين. يا عم سيبك منه. معصبني يا عم. بقول لك انا همشي انا واجي لك بكره بقى عشان نروح لمحمود المستشفى. صح قبل ما انسى، الراجل ده مين الراجل اللي كان لسه واقف معانا ده؟ يا عم ده الشيخ بتاع المنطقه هنا. عشان كده يا شيخ عمال يدينا في موعظه بقى وما اعرفش يا عم خلاص بقى، بقول لك ايه، انا همشي انا عشان خاطر ايه، عايز انام شويه. خلاص ماشي يا معلم. يا ابني اللي انتوا بتعملوه ده كده انتوا بغفله، واللي انتوا بتعملوه ده من الكبائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيخ. ايه يا ابني مالك؟ ايه؟ مفيش يا اسطى، شفت حته كابوس مرعب امبارح؟ ابوس ايه يا ابني احكي. فاكر البنت اللي احنا كنا بنتكلم عليها امبارح؟ اه يا ابني مالها، هو هيكون اللي في بالي. ايه يا ابني اللي في بالك؟ يا ابني البت دي جات لي امبارح وكانت ماسكه ولعه وكانت عايزه تولع فيا، واللي نجدني منها الشيخ اللي كان واقف معانا امبارح. ازاي يا اسطى؟ ده نفس اللي انا حلمت بيه بالظبط. طب المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ احنا لازم ندور على الشيخ ده دلوقتي. يلا يا عم. السلام عليكم يا شيخ. صدق الله عليه وسلم. عليكم السلام يا ابني. كنا عايزينك في حاجه يا شيخ. امورنا يا شباب، انا تحت امركم. يا شيخ انا شفت امبارح كابوس. شفت بنت من البنات اللي احنا كنا بنتكلم عليهم
ماسكه ولعه وعايزه تولع فيا. والغريبة يا شيخ إن أنا شفت نفس الحلم اللي مصطفى شافه. ايوه وبعدين كمل. بس في حاجه كمان يا شيخ، انت كنت معايا في الحلم، وكمان انت اللي نجيتني من ايديها. وبعد ما نجيتني يا شيخ قلت لي عشان تبقى تسمع الكلام، وطبطبت على كتفي وسبتني ومشيت. تعرفوا معنى ان انتوا الاتنين تحلموا نفس الحلم ده معناه ايه؟ معناها ايه يا شيخ؟ يا ابني دي علامة من ربنا، ربنا بيقول لكم فوق وارجعوا لربنا. طب واشمعنى يا شيخ أنت اللي تجيني؟ ربنا يا ابني بعتني ليكوا عشان ادلكوا على الطريق الصح. طب نعمل ايه يا شيخ عشان نبطل ده؟ ما احنا مش عارفين حاجه نعملها. انا اقول لك يا عم، في حاجات كتير قوي تعملوها عشان تبطلوا الموضوع ده. في مثلا انك تسبح ربنا، تصلي، تقرأ قرآن، تتأمل في خلق الله، تلعب رياضة، تجيب كتاب وتقرأ فيه تستفيد من معلومة. والله حاولنا كتير. حاول تاني واشتغل على نفسك واشغل نفسك بحالك وطور من نفسك، هتلاقي نفسك نجحت وهتبعد عن النميمة وعن الكلام عن الناس. واللي انتوا بتعملوه ده ملوش أي لازمة. الواحد منكم هيجي سنه 60 سنة ولا هيبقى عمل حاجة في دنيته ولا هيبقى عمل حاجة في آخرته.